السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله عايز اطلع اتكلم عن نقطة مهمة جدا جدا، وهي غلطة لعيبة كتير يا شباب بيعملوها، بتأثر على مستواه وبتسبب ان هو ما بيتطورش في مركزه، ما بيتطورش في الملعب. ايه هي؟ وان هو يلعب في اكتر من مركز. يعني انا دلوقتي اجي اسال لعيب عنده 16 سنة ولا 17 سنة، اقول له مركزك ايه؟ يقول لي يا كابتن والله انا بلعب باك رايت وهاف رايت، وبلعب ديفندر، واحيانا بلعب بلاي ميكر، ومن سنه لعبت فيرود. ايه ده؟ ايه ده؟ غلط جدا، غلط جدا. ليه؟ يعني انا دلوقتي هديك مثال، يعني مثال بسيط جدا، وهو مثلا عمرك شفت محمد صلاح بيلعب باك ليفت مع انه اشول؟ يقول لك مثلا انا باك ليفت ووينج رايت. ابدا، مستحيل. هتلاقيه طول عمره في الوينج رايت. ليه؟ الفكره كلها ان انت لما تلعب في المركز كتير، مركز واحد كتير، انت بتشربه بمعنى الكلمه، بتتعرض لمواقف ليه كتيره، بتاخد خبرات فيه اكتر، بتتعلم فيه حاجات كتيره. فما ينفعش تلعب في اكتر من مركز. انت لما بتتمرن في مركز واحد، زي ما تقول كده، انت خلاص حفظته وفهمته وعرفت ثغراته وعرفت تحركاته. وكل ما تلعب ماتش فيه هتتعرض لموقف جديد. يعني انت كل ما تلعب بقى وينج رايت مثلا، كل ما تلعب ماتش هتلاقي موقف جديد انت تعرضت له وخدت خبره فيه. فانت دلوقتي لما تشتت نفسك تلعب مره وينج رايت ومره باك ليفت، مراكز مختلفه، مراكز مختلفه، كل واحد بيتعرض لمواقف مختلفه. ده دفاعي اكتر ما هو هجومي، وده هجومي اكتر ما هو دفاعي. ده ليه تحركات مختلفه ودي ليه تحركات مختلفه. ده بيعتمد على الاوفرات وده بيعتمد على الشوط. يعني هتلاقي حاجات مختلفه عكس بعض خالص. يعني السكيلز اللي انت المفروض تتمرن على نفسك فيها وانت وينج رايت، غير اللي انت لازم تتمرن عليها وانت باك ليفت. فالفكره كلها ان انت لازم تثبت لنفسك مركز. يعني العب في مركز واحد، حدد لنفسك مركز واحد. يعني انت مثلا دلوقتي وينج رايت، العب وينج رايت. العب انت باك ليفت، اتمرن في الباك ليفت دايما. سيرد باك، اتمرن سيرد باك. ما تفضلش تبدل في مراكزك. ما ينفعش تقول ان انت بتلعب اكتر من مركز. انا اصلا كمدرب دلوقتي لو جاي لعيب قال لي ان هو بيلعب في اكتر من مركز، انا بعرف على طول ان هو لعيب قليل. اوتوماتيك كده، مفيش حاجه. عمرك ما هتلاقي لعيب متميز في مركزين ابدا. انسى. عمرك ما هتلاقي لعيب بيلعب باك رايت وديفندر حلو. هتقول لي مثلا في مصر احمد فتحي. احمد فتحي كان مميز في الباك رايت، بس وقت لما كان المدرب بيحتاجه في الديفندر كان بينزل يأدي، بس ما كانش هو ده احمد فتحي اللي احنا عارفينه، كان بيدافع بس. فالفكره كلها ان انت لازم تكون بتتمرن على مركز واحد. هتلاقي كريستيانو رونالدو طول عمره وينج رايت، وينج ليفت. هتلاقي ميسي طول عمره وينج رايت. كريستيانو بس مؤخرا بقى فيرود. بس الفكره كلها عشان هو مستواه قل، يعني مش موضوعنا. فهو ما بقاش يتحرك كتير يعني، والوينج بيحتاج سرعات اكتر ما هو محتاج. يعني محتاج سرعات كتير يعني. فعشان كده كريستيانو رونالدو عشان يعني لياقته قلت شويه، فاضطر يلعب اسمه إيه ده، فيرود، اللي هو 18 بس. مش موضوعنا يعني. بس انا بتكلم في نقطه ان انت هتلاقي مثلا نيمار طول عمره وينج ليفت. هتلاقي مبابي طول عمره وينج ليفت. هتلاقي صلاح طول عمره وينج رايت. هتلاقي ارنولد طول عمره باك رايت. هتلاقي ريبيرسون مثلا بتاع الليفر طول عمره باك ليفت. هتلاقيه ما بيغيرش في مراكزه. فان دايك طول عمره سيرد باك، ما قالكش انا هلعب ديفندر في مره. هو طول عشان يعرف يطور من نفسه ويتمرن في مركز واحد كتير، وبيتعرض لخبرات ليه كتير، ويتمرن عليه كتير، ويطور من السكيلز بتاعته كتير. هو ده الكلام. لكن انت تتمرن اكتر من مركز، ده غلط جدا. ان انت تتمرن اكتر من مركز ده يعني حاجه هتاثر على مستواك. اكنك بالظبط بتقول لي ان انت عندك امتحان مثلا فيزياء بكره، فعمال تذاكر كيمياء وتذاكر عربي وتذاكر انجليزي. ايه ده؟ هتلم من كل ماده كلمتين ثلاثه. بس هو ده اللي انا بتكلم فيه. فركز في النقطه دي. العب في مركز واحد بس، اختار لنفسك مركز واحد. في اوقات الكوتش بيحتاج ان انت تغطي لوقت معين المركز ده، تغطيه. لكن انت ما تاسسش نفسك فيه. يعني مثلا الكوتش انت بتلعب باك رايت، فقال لك خش المره دي سيرد باك، او خش المره دي مثلا ديفندر، او خش المره دي وينج. اوكي، دي اللي هي مؤقتا كده ان انت بتغطي مكان واحد صاحبك. لكن ان انت تثبت في المكان وتفضل تلعب في مركزين، ده غلط جدا. وخلي بالك من الغلطه دي، وركز في مركز واحد، هتلاقي فرقت معاك جدا في مستواك. ويا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.